بكن كل احترام وتقدير للشعب الجزائري الغالي الشقيق، والبلد المليون شهيد اللي بنفتخر بيها كلنا كعرب ان هي بتنتمي الينا. وبعتذر لهم عن انتشار الفيديو اللي كان يعني فيديو قديم جدا. كنت صغير وكان في وقت فيه خلاف شديد بين الشعب المصري والشعب الجزائري بسبب المنتخبين، بسبب كرة القدم. ويعني من الواضح ان باين ان اعداء النجاح هم اللي بيدوروا عن اي خطأ لمحمد رمضان، انهم يظهروا فيديو بقاله حوالي 10 سنين تقريبا. كنت صغير فيه جدا، ومع ذلك انا بعتذر للشعب الجزائري، يعني بكن لهم كل الاحترام والتقدير، وبقول لهم انا اسف، انا كنت صغير وكانت لحظة غضب. ولكن الكلام ده مش من قلبي، اللي في قلبي هو كل احترام وتقدير ليكم. شعب غالي وشقيق وبنفتخر بيه، وبلد المليون شهيد، بلد لها انجازات عظيمة. فبعتذر لكم المرة الثالثة او الرابعة، وارجو من يعني كل حد يشوف الفيديو ده يبعته لأي حد جزائري صاحبه. يعني أنا نفسي رسالتي دي توصل للشعب الجزائري بالكامل، يوصل لهم اعتذاري واحترامي وتقديري للبلد الغالية العظيمة، دولة الجزائر.